اهلا بكل مشاهدي برنامج 7 دكتور. في الحقيقه في فقره التغذيه العلاجيه مع الاسطوره اللي انا دايما بقول عليه الاسطوره دكتور ماجد زيتون، انا ببقى قاعده كده بتخيل ان اي حد بيبقى قاعد بيتفرج علينا او على اي حد بيتكلم في التغذيه العلاجيه في سؤال كده لازم ذهنه يروح له. فالنهارده ضيف فقرتنا هو اجابه السؤال. طب ايه السؤال يا ميري؟ السؤال اللي هو انا خسيت وتمام والدكتور بينزل 80 و100 كيلو و150 كيلو وبدون تدخل جراحي ومنظومه ناجحه جدا، بس هل هرجع تاني؟ هل هتخن تاني؟ طب هفضل خاسس قد ايه؟ طب ايه اللي يضمنني بقى ان انا مش هرجع اتخن تاني؟ النهارده معانا ضيف فقرتنا والحال اللي معانا استاذ رشاد بقاله سنه، مش سنه مع دكتور ماجد، لا هو سنه ثابت على وزنه. يعني هو نازل من 125 ل 70 كيلو ما شاء الله، 55 كيلو او اكتر في 6 شهور. طيب خسيت امتى يا حاج رشاد او يا استاذ رشاد؟ انا خاسس اكتر، داخل بقاله اكتر من سنه. طب هل وزنك ما رجعش تاني؟ لا. طب ما جعتش؟ لا. ليه بقى؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. منظومه الدكتور ماجد زيتون يا جماعه مش خسسان او مش تغذيه علاجيه بس، لا ده لايف ستايل. ده دكتور بيحول لك حياتك للأحسن. طريقة أكلك، أنت عرفت تستنشق الهواء، أنت عرفت تنام، مش نام وأنت قاعد، أنت عرفت تعيش حياتك. اوعى تبقى قاعد في مكانك وسنك كبير وتقول لا خلاص أصل أنا لو رحت الدكتور هيقول لي مفيش حرق عشان أنا سني كبر، لا مفيش حرق عشان أنا باخد علاج كورتيزون، لا مفيش حرق عشان أنا عندي مقاومة أنسولين. كل اللي بيقول كده ومعلش ما حدش يزعل مني مش دكاترة تغذية علاجية. انا اللي بقولها دكتور يعني هيخسسك. خلينا بقى النهارده نشوف العظمه ونتعرف على استاذ رشاد اللي هنشوف له فيديو. نركز في الفقره دي عشان هتبقى هايله. في حته فيديو يا جماعه انا اتفرجت عليه كنت عماله اضحك بس من جماله وعايش شبابه بقى خلاص ولا سنه يعني يعني احنا هحسده. بس خلينا نرحب بوجوده معانا استاذ رشاد، انت منورنا. وطبعا الاسطوره في التغذيه العلاجيه دكتور ماجد زيتون. الناس كلها يعني مش حابه ان انت بس دكتور، هي حباك انت كشخص يا دكتور. ده يعني توفيق من عند ربنا. بص هقول لك حاجه، انا مش فارقه معايا انك ترحب بيا خالص، اني دايما بعتبر يعني الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله النتائج اللي انا بجيبها لكم يا رب، ومفيش حلقه اللي بطلع مصداقيه النتائج. ودايما اقول الحالات تتحدث عن نفسها. ان برضو انا مش يعني بالبلدي كده مش عايز اتكلم كتير. ما بتجي مثلا واحده تقول لي سمعتك طيبه قوي يا دكتور ماجد واشرب من النار، انا اقول لها سيبك من الكلام ده، هي النتائج هي اللي عامله لي سمعه. النتائج اللي خلى النصابين يدعوا انهم ماجد زيتون، النتائج اللي خلى الناس تجي لي بكل الثقه اللي انا اخسسهم على طلعهم من قفص السمنه، بغض النظر عن التحديات اللي بتقابلهم. سن ما اعرفش، معدل حرق ضعيف ما اعرفش، يعني دايما اقول مفيش تحديات بتقابلني. ازاي اكون دكتور في علم حقيقي انا بديه وما طلعش الناس من قفص السمنه؟ عشان كده الكلمه اللي بقولها ورب الكعبه حنش شفكم وانا بس اسمعوا كلامي، بس ربنا يرزقني بعيان محترم ملتزم يفهم اهميه العلم اللي انا بديه. ان مش هنزل 70 80 كيلو 100 كيلو بسرعه وبالصحه والوش الاحمر ويقعد سنتين ما يرجعش جرام من اللي خسه. بمصداقيه البنى اللي ببنيه كاساس العماره الناجح ان يكون شخصيه متعلمه اللي يجي لي يا رب يفهم اهميه النظام التغذيه الناجح اللي انا بديه، اللي هو بلا توقف كل اسبوع بخسس وبصحه من غير مضاعفات. ومش عيب اكون متميز بالكلام ده، صح. ومش متميز عشان اتفشخر على الناس ابدا، عشان ادي الامل والثقه بالنتائج اللي بتبهر الناس. يكفينا شر الحاسدين والحاقدين يا رب. ان اعرف ازاي بالعلم ربنا يوفقك علم وينتفع بيه ان اطلع من قفص السمنه طبعا بكل اللي اقول لك ايه، بكل الطاقه السلبيه اللي بيكون عندهم. مراكز الدكتور ماجد زيتون للسمنه والتجميل والليزر، للحجز والاستعلام 15 192.